اهلا بيكم. انا محمد رضوان. في فيديو النهارده كنت هتكلم عن لو انت بتشتري عقار بغرض الاستثمار، ايه افضل عقار ممكن تشتريه، وايه النقاط اللي لازم تبقى واخدها في الاعتبار علشان تحقق افضل عائد من العقار ده وباقل مخاطر. انا هنا هتكلم على ان انت هتشتري عقار بغرض انك تأجره. انا مش بتكلم على انك هتشتري عقار علشان تعمل له اعادة بيع بعد كده او في نية سكن هتسكن فيه بعد كده. لا، انا بتكلم على انت هتشتري عقار بغرض انه يجيلك منه دخل ثابت، يبقى مصدر دخل يجيب لك دخل سنوي. يعني هتشتري العقار ده علشان تأجره، هو ده الهدف من الشراء. طيب، عندنا في مصر ثلاث أنواع أساسية من العقارات للاستثمار: تجاري، إداري، وسكني. السكني بيكون العائد بتاعه في حدود 5%، الإداري بيوصل 10%، والتجاري ممكن يزيد عن كده، بس ليه شروط كتيرة جدا والمخاطر بتاعته عالية جدا. طيب، لما تيجي تشتري عقار بغرض إنك تأجره ويجيلك منه دخل ثابت أو عائد سنوي، افضل حاجه واول حاجه تيجي في بالك هو العقار الاداري. ليه مش السكني وليه مش التجاري؟ التجاري زي ما قلت هو المخاطر بتاعته عاليه جدا، ممكن يحقق لك عوائد اعلى من الاداري، بس المخاطره بتاعته عاليه جدا وشروطه كتيره جدا، فالافضل تخليك في الاداري. وليه مش سكني؟ لان زي ما قلت هو العائد على السكني ما بيتعداش ال 5%، انما الاداري لا، بيوصل ل 10%. يعني انت دلوقتي مثلا لو ميزانيتك انت هتشتري عقار، حاطط ميزانيه 10 مليون وليكن، فانت بدل ما هتشتري شقه ب 10 مليون، هم نفس المبلغ ده هتشتري بيهم مكتب. اللي هيختلف بس ان المكتب هتكون مساحته اصغر من الشقه، وهيحقق لك عائد اعلى من الشقه من السكني. يعني مثلا لو بنتكلم العائد ال 5% ده على الشقه، يعني هتجيب لك في السنه حوالي نص مليون 500 الف ده بالكتير يعني. انما الاداري لا، ممكن يوصل لمعاك ل 800 الف ومليون كمان في السنه. فانت بتتكلم على تقريبا ضعف العائد بتاع السكني. وكمان الاداري بيكون العائد بتاعه اعلى، وكمان المخاطر بتاعته بتكون قليله او متوسطه زي السكني. وكمان مفيش حاجه في الاداري اسمها فيو، مفيش حاجه اسمها المكتب ده على فيو. ممكن يكون في مكاتب على فيو معين او كده، بس مش هو ده اللي هيشغلني، مش هو ده اللي هيجيب لي الشغل. كل المكاتب ايا كان مكانها، في وش المبنى، في ظهره، في جنب المبنى كده، كله بيتأجر. فموضوع الاداري بيكون اسهل في الاختيار. طيب، وانت بتشتري اداري حط في دماغك كده شوية نقط علشان تختار حاجة كويسة وتأجرها بسرعة، يكون المخاطر فيها قليلة. طبعا لازم تشوف المطور اللي بتشتري منه والمشروع، اللوكيشن بتاعه، اختيار اللوكيشن ده مهم جدا. المبنى الإداري أو المول الإداري ده موقعه كويس في وسط خدمات كتيرة، على شوارع أو طرق رئيسية سهل الوصول ليه. الإدارة بتاعت المبنى ده نفسه من ناحية كاميرات المراقبة، أنظمة إطفاء الحريق، الصيانة. وطبعا موضوع الأسانسيرات، الويتنج تايم بتاع الأسانسير لما بيكون زائر أو حد شغال في المبنى، بيبقى متوسط الانتظار قد إيه تقريبا للأسانسيرات. فالمسألة دي مهمة جدا، خصوصا لو بتشتري في برج أو مبنى فيه عدد مكاتب كتيرة وأدوار كتيرة. فالمسألة دي مهمة جدا، الانتظار في الأسانسيرات بيبقى حوالي قد إيه. وكمان مسألة الباركينج، هل متوفر أماكن باركينج كافية للزوار أو حتى للناس اللي شغالين في المبنى. وكمان المكتب اللي أنت بتشتريه، اختار مساحة ما تكونش ولا هي صغيرة قوي ولا كبيرة. المساحات الكبيرة بتكون أصعب شوية في الإيجار، بيبقى صعب إنك تلاقي حد يأجر مساحة كبيرة. وكمان ما تاخدش مساحة صغيرة قوي، يعني ما تاخدش مساحة أقل من 50 متر. أقل مساحة تشتريها في المكاتب 50 متر، 50 متر صافي. يعني الإجمالي حوالي مثلا هتلاقيه 70 أو 80 متر لو حسبنا نسبة التحميل. فما تشتريش مكتب بيكون أقل من 70 أو 80 متر إجمالي، أقل من كده يبقى صعب جدا تأجره. طبعا أنا بتكلم على مول إداري عادي جدا، مش بتكلم على السيرفيس أوفيسز أو المكاتب الخدمية اللي بيبقى موضوع مختلف، إن لا أي مساحة بتتأجر عادي جدا. لا، أنا بتكلم على مول إداري عادي جدا، اللي هيجي هيأجر المكتب المساحة وهو اللي هيشغلها، هو اللي هيعمل كل حاجة في المكتب ده. طيب، ده بالنسبة للإداري. بالنسبة للسكني، لو عايز تشتري سكني وتستثمر فيه تأجره، ايه افضل اختيار ممكن يبقى مناسب ليك؟ يعني في السكني لو عايز حاجة تكون مخاطرها قليلة وتأجرها بسرعة، خليك في المساحات الصغيرة، يعني شقة غرفة غرفتين بالكتير. وكمان تكون الشقة دي قريبة من جامعة، وتكون في منطقة سهل الوصول ليها، حواليها خدمات كتيرة.
طبعا اشتري شقة تكون متشطبة، هتستلمها متشطبة. لو بتشتري من مطور في مشروع تحت الإنشاء، يفضل انك تشتري حاجة متشطبة بالكامل. وطبعا انا بتكلم على الكوميونيتيز، اللي هي الاماكن الحديثة، المجتمعات العمرانية الجديدة، بيبقى كوميونيتي مقفولة ببوابات امن، وبيبقى جواها خدمات بقى، حمامات سباحة والكلام ده كله. بيبقى اسهل وافضل للايجار، بيبقى ده اللي عليه طلب اعلى. او ممكن تشتري سكند هوم، شاليه في الساحل مثلا. الفرق ان العائد السنوي اللي هيجي لك، بدل ما هيجي لك على مدار السنه كلها ال 12 شهر، هيجي لك في خلال الشهرين او الثلاثه بتوع الصيف. طيب بالنسبه للتجاري المحلات، يعني زي ما قلت، هو الموضوع ده بيبقى صعب جدا ان انت تأجره ويجيب لك عائد كويس، محتاج يعني شروط كتيره جدا، والموضوع بيبقى المخاطره فيه عاليه. بس خليني اقول لك كده على كام نقطه يعني تاخدهم في الاعتبار لو انت عايز تشتري محل وتأجره. يفضل المحل اللي انت بتشتريه ده يكون دور ارضي، بلاش دور اول، بلاش بيزمنت، خليك في الدور الارضي. ويكون واجهه على الشارع، ما يكونش جوه المول او في الجزء الخلفي او الجانبي او كده. خليك على الواجهه، اختار حاجه تكون على الواجهه، ويكون في منطقه او على شارع رئيسي. يعني خليك على المولات اللي هي بتبقى على نواصي وعلى طرق رئيسية، بلاش المولات بتبقى جوه شوية الكثافة فيها مش عالية، الرجل عليها مش عالية. لا، ركز على مكان يكون الحركة فيه عالية والرجل عليه شغالة كويس، هيبقى أسهل وهيبقى عليه طلب أعلى. طيب حاجة كمان، بلاش تشطب المحل، سيب المحل بدون تشطيب وأجره زي ما هو كده. اللي هيجي يأجر المحل هو اللي هيشطب. لان في غلطه كتير من الملاك بيقعوا فيها، هو انه يشطب المحل، يقول انا هشطب المحل واجره متشطب علشان اعلي من قيمته، اجره بسعر اغلى. بالعكس، انت اللي بيأجر المحل ده بالذات بيبقى جاي عايز يعمل التشطيب بتاعه، بيعمل هو التشطيب والديكورات بتاعته الخاصه بيه هو، سواء اللي هيأجر ده محل ريتيل او مطعم او كافيه، بيبقى ليه هو التشطيب بتاعه. فبلاش انت تعمل تشطيب وتبقى فاهم ان ده هيعلي من قيمه المحل. بالعكس، انت كده ممكن تخسر فلوس، لان كده كده التشطيب اللي انت هتعمله، سواء ارضيه، حيطان، الكلام ده ملوش لازمه. يعني اللي هيستلم المحل كده كده هيعمل تعديل، وكده كده برضه هيشطب. فانت ما استفدتش حاجه، انت كده بتخسر فلوس. فالمحلات بالذات التجاري ما تتأجرش متشطبه، سيبها بدون تشطيب، واللي هيأجر هو اللي هيشطب التشطيب بتاعه، ده العادي في التجاري. فدي كام نقطة بسيطة كده يعني لو حبيت تشتري تجاري. انما ما انصحش ان انت تستثمر في التجاري، لان المخاطر بتاعته عالية زي ما قلت طبعا، وبيبقى الموضوع صعب جدا ومش مضمون كمان. ان مفيش حد يقدر يقول لك او يضمن لك 100% ان المحل ده هيشتغل كويس، خصوصا لو بتشتري في مدينة جديدة لسه ما اشتغلتش زي العاصمة الإدارية مثلا. ما تقدرش تقول ان المكان ده هيشتغل كويس ولا لا. مهما كان ظاهر لك على الخريطة ومهما كان الشرح منطقي، مفيش حاجة تأكد لك. ممكن لو في مدينة شغالة زي الشيخ زايد أو التجمع تقدر تروح تشوف المكان وتشوف الحركة والرجل على المكان ده، لأن المكان شغال، فأنت تقدر تشوف ده بعينك على أرض الواقع. إنما في مكان جديد محدش يقدر يضمن لك إن المكان ده هيشتغل 100%. أنت وارد جدا محل في الجزء الخلفي يشتغل، ومحل تاني على الواجهة الأمامية وجنبيه كذا حاجة شغالة والمحل ما يشتغلش، ده وارد جدا يحصل. فانت مهما كنت قديم ومهما كان عندك خبرة، مستحيل تقدر تقول ان المحل ده في الموقع ده على الناصية دي 100% هيشتغل. لا، ده مستحيل، ما تقدرش تضمن ده. اللي احنا نقدر نتكلم فيه هو المنطق. المنطق بيقول كده، ان المحل ده وارد ان هو يشتغل بنسبة كبيرة علشان المنطق بيقول كده، انما محدش يقدر يضمن 100%. فموضوع المحلات ده بيبقى صعب شوية. فانا حبيت اتكلم في فكره سريعه عن ان انت لو عايز تشتري عقار بغرض انك تاجره كاستثمار، ممكن تفكر في الموضوع ازاي، او ايه النقط اللي تبقى واخد بالك منها. وطبعا مش محتاج افكرك، لو محتاج اي مساعده تقدر تتواصل معايا اي وقت. كان معاكم محمد رضوان، واشوفكم الفيديو الجاي.